النهارده هنعمل وصفة مفيش حد بيختلف عليها. والله والله منظر القرنبيط عامل زي الكنتاكي، والطعم من بره الكفر بتاعه كأنك بتاكلي بالظبط الكفر بتاع كنتاكي. وانا بقى مزوده الشطه النهارده وعاملاه سبايسي وحاجه كده تحفه. اهم حاجه نقطع الوردات بحجم صغنن كده، يعني مش بحجم كبير. انا رافعه حله على النار، حاطه فيها ميه وكمون، هسلق فيها القرنبيط ونرجع نشوف الخلطة بتاعته هتتعمل ازاي. يلا نعمل الكفر السائل وبعد كده نبدأ نعمل الكفر البودر. دول كوبايتين من الدقيق، هبدأ أبهرهم بشوية من البابريكا، الفلفل الأسود. دايما بقول البهارات بتكون كمياتها اختيارية، يعني أنا هكتر شطة بالنسبة لي. كمون، معلقة صغيرة من الكركم. هقلب دول كده مع بعض. ملح طبعا، وتخلي بالنا واحنا بنحط الملح نحط كميات معقولة علشان الكفر الأخير اللي من بره برضو هيكون فيه ملح. هنزل عليهم ببيضتين. عندي كوباية كده من الخضرة المشكلة، حطي منها الكمية المناسبة، يعني مفيش داعي نكتر قوي، وفي نفس الوقت لازم نحط علشان خاطر بتدي طعم حلو قوي للخلطة. بالراحة كده كوباية مية وابدأ اقلب. مش هحط كوباية المية مرة واحدة، واحدة واحدة اقلب من النص كده، ارجع احط تاني. باقي لي حاجة واحدة بس للخلطة دي، وهي فصين توم مفرومين، فصين 3 كده، ونقلب تاني. نسيب دي على جنب وتعالوا نشوف الباودر اللي من بره هنعمله ازاي. عندي 3 مقادير متساوية من كوباية من الدقيق، كوباية من نشا الذرة، وكوباية من البقسماط. هرجع احط عليه نفس البودرات: بابريكا، فلفل اسود، شطة، كمون، شوية برضو من الكركم. وحاجة بقى مهمة قوي: معلقة من البيكنج باودر الصغيرة المليانة. هقلب كل المحتويات دي كده مع بعض. في مكون نينجا كده بيخلي الطعم فظيع، مش القرمشة، الطعم. باكو من المرقة الفورية. قلبي كويس. القرنبيط اهو اتسلق، نبدأ ننزل في الخلطة. هنجهز لطاسة، يعني الطاسة اللي هتنزل في الزيت على طول هي اللي هنجهزها، يعني مش هنعمل في الكفر ونركب. نبدأ ننزل كده في الخلطة كويس، وابدأ اطلع. هنعمل كده، ناخد العلبة ونرج. شايفين كله غرقان بالكفر، الزيت على النار وسخن. ننزل على طول بالقرنبيط. شايفين المنظر فظيع ازاي؟ مش قادره اقول لكم، الريحه بقى قلب الشقه. هكمل بيت تحمير وتعالوا بقى نجهز حبه سلطه وسلطه طحينه، انا شخصيا بدات اجهز فيهم. حمرنا القرنبيط، شايفين المنظر؟ خرافه، مش قادره اوصف لكم القرمشه والطعم والريحه عاملين ازاي، وكريسبي والطعم خرافه. بصوا، يلا قومي كده ابعتي اشتري قرنبيطايه وعشيهم النهارده قرنبيط او غديهم بكره قرنبيط بالطحينه بقى. الله، اتمنى تكون الوصفه سهله عليكم وجربوها. لو الفيديو عجبكم اعملوا شير ولايك، وتابعوني على قناه اليوتيوب وصفحه الفيسبوك لشيف شيماء ممدوح، واشوفكم في وصفه جديده قريب ان شاء الله.